الشعري والأدبي الذي أدرسه للطلاب. يعني في فارق كبير جدا بين أن تدرس وأن تقول وأن تستمع. فاللقاءات دي بتثري عندي معاني كتيرة جدا أستخدمها سواء في كتاباتي أو في تدريسي للطلاب، لأنها بتبقى نماذج حية مش من الكتب بقى أو ما شابه. فربما القصيدة اللي هقولها النهاردة هي أنا يعني قاصد إن أنا أقولها على أساس أحداث غزة برضو، لأن لازم برضو يبقى في تواجد للأحداث في أي منتدى أو كده. كلنا آذان مصغية. الكلام ده كان ساعة الهجوم البري على غزة. بصراحة يعني الوضع كان محزن وكان مؤلم جدا. خلي الشعر هو اللي يقول. طيب. خلي الشعر هو اللي يقول. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: هل أشرقت شمس غزة في الدجى، أم هل قيامة أمتي قد أقبلت؟ إني أرى النيران تشبه غضبة، يا ليتها على الطغاة تسعرت. الله يعلم ما يحاك لإخوتي، والنصر آت والحقائق كشفت. ظهر العدو كذا الصديق بدا لنا، ولسوف تجني الأرض الأيدي ما قد أحضرت. لا يستوي من كان حصنا للعدا يأوي إليه يضمه إذ هي أظلمت. كلا ولا من كان يوما درعها، فإذا سهام الغدر فيه تحطمت. يا أمة المليار أين صياحكم؟ يحرق وجوها قد أراها شوهت. جاسوا الديار وحطموا جدرانها، جاسوا الديار وحطموا جدرانها. قتلوا البراءة والصحائف مزقت. هم أحضروا كل الكلاب وراءهم، وأنا أصيح: هل الأسود تحضرت؟ أين الذين على الشهادة بايعوا ويرجون جنة، يرجون يوما جنة قد أزلفت؟ لا نصر يرجى من شباب حائر، النصر يأتي من قلوب سبحت. الله الله الله. هذه يعني ما جارت به القريحة في هذه الليلة، ليلة الهجوم البري. يعني أسأل الله لهم النصر ونحن ندعو معك ونسأل الله النصر وكأنها بإذن الله. ترنيمة، يعني وكأنها ترنيمة عزفت على وجع غزة. نعم. أحسنت والله يا أستاذة. ويعني بعض الإخوة المهتمين علق على القافية. نعم. قافية السكون، السكت في القافية بيوحي بالألم والمرارة في بعض الناس. هي موجعة. كل الشكر للشاعر الكبير الصديق الحبيب حامد جلال المرصفي، وندخرك أيضا لقصيدة أخرى. وما زلنا مع الشاعر والضيف العزيز الشاعر خالد مصطفى. لا المرة الجاية بقى إن شاء الله. لا ما ينفعش. ما كنتش أعرف إن احنا هنتأخر كده. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. اتفضل. سعيد جدا بوجودي.